علشان تبني اي مبنى لازم تعمل له خوازيق، نفس الكلام علشان تبني الاساس بتاعك او الهرم بتاعك في الشغل لازم تعمل له القاعده بتاعته. طب ايه هي القاعده يا عبد الرحمن؟ حساب الجيميل، ما بين قوسين حساب الجوجل، نفس الحاجه هي. في الفيديو ده هنتكلم عن ازاي تعمل حساب جيميل او حساب جوجل، هو نفس الحاجه. وهنبدا بعد كده ان شاء الله في دوره تصميم المواقع على بلوجر، وهقول لك ليه الكلام ده، الفرق ما بين بلوجر وورد بريس في الفيديو اللي جاي ان شاء الله. فما تنساش تعمل لايك للفيديو ده وتعمل اشتراك للقناه، مش هفكرك كل مره. وخلينا كده في تفاعل عشان اقدر اكمل الدوره دي ان شاء الله، ونخش على كده بعد دوره تصميم التطبيقات، ونبقى احسن دورتين ممكن تكسب منهم من خلال الانترنت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم اخباركم؟ يا رب تكونوا كويسين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. طيب في البداية كده النهارده هنتكلم عن اول درس، ما يعتبرش اول درس ولا حاجة، هنتكلم عن ازاي تعمل حساب على الجيميل، وازاي تعمل حساب على جوجل، وازاي تأمن حسابك علشان محدش يقدر يدخل حسابك، وازاي اصلا انت ما تخليش حد يفكر ان هو يوصل لحسابك. لو في اي عيب ظهر قدامكم مثلا في الشرح ولا في اي حاجه، اكتب لي تحت في الكومنتات علشان نحاول نصلحها ان شاء الله في الفيديو الجاي، او مثلا ممكن اقدم لك الشرح بطريقه ثانيه اللي يعجبكم. تمام، بس انا شايف كده الشرح مناسب جدا ان شاء الله. طب يا عبد الرحمن النهارده هنتكلم عن ايه؟ هنتكلم عن ازاي تعمل حساب جيميل. طب ليه يا عبد الرحمن هنحتاج حساب الجيميل؟ لان احنا هنتكلم عن دوره تصميم مواقع على بلوجر او على اي حاجه عامه، فانت هتحتاج حساب جيميل منفرد لوحده، حساب يكون ببياناتك الحقيقيه، حساب يكون برقم تليفونك، حساب يكون بايميلك، حساب يكون بتاريخ ميلادك، علشان لو حصل حاجه لا قدر الله نقدر نرجع الحساب بتاعنا. بس ان شاء الله مش هنتطرق للخطوه دي. تمام، نبدا ندخل على جوجل كده ان شاء الله، ونبدا ندوس على اول حاجه بتظهر قدامك اللي هي كلمه الجيميل فوق، هي اللي عليها الماوس، او هتخش على جوجل وتدوس على كلمه او تكتب كلمه جيميل وتدوس على كلمه تسجيل الدخول. تمام، سواء الخطوه دي او الخطوه دي، بقول لك خطوتين علشان الناس اللي بتشتغل من التليفون يكون الموضوع بالنسبه لهم سهل ومفيش معقد خالص، او بالنسبه للناس اللي بتشتغل على اي نوع عامه. تمام، علشان الناس كلها تقدر تشتغل معايا ان شاء الله. تمام، ابدا ادوس على كلمه تسجيل الدخول اهو، هيبدا يدخلني على حسابي على جوجل. زي ما انت شايف كده هيظهر معايا الحسابات اللي ظاهره عندي دي. طبعا قلنا الحسابات دي مش هنشتغل عليها، هنبدا نشتغل على حساب جديد، وقلنا ليه حساب جديد علشان يكون منفرد بكل شغلك. تمام، وهنحتاجه في كل الخطوات اللي جايه ان شاء الله. هبدا ادوس على كلمه استخدام حساب اخر. تمام، هيبدا يقول لي تحت كده كلمه انشاء حساب اللي ظاهره قدامها الماوس دي كده، كل طبعا الماوس ظاهر قدامك اصفر، فهيكون الخطوات سهله ان شاء الله. هدوس على كلمه انشاء حساب. انا عارف ان الخطوات دي ناس كتير عارفاها، بس علشان الناس اللي مش عارفه تبدا تشتغل معايا من البدايه. تمام، وان هقول كل حاجه من الالف حتى ان شاء الله ما تكسب اول ربح ليك من الانترنت، وان شاء الله تشكرني جدا ان انا ساعدتك في حاجه زي كده. تبدا تكتب هنا الاسم بتاعك وهنا اسم العائله، وتبدا هنا تكتب اسم المستخدم. زي ما انت شايف انا هبدا مثلا اكتب عبد الرحمن. تمام، عادي مفيش فيه اي مشاكل، قلنا البيانات دي تظهر لاي حد عادي. تمام، البيانات اللي مش هتظهر لحد اقول لك ايه، البيانات دي ما ينفعش تظهر لحد. تمام، ياسر. هنا بقى ما ينفعش تظهر البريد بتاعك لحد، ليه؟ لان اصلا الشخص من غير ما يعرف البريد بتاعك مش هيعرف يخترقك. يعني الاسم اللي بيكون مثلا عبد الرحمن، تمام، 60 مثلا او 66 ايا يكن الاسم ده، انت ما تدوش لحد. انا بقول لك ما ينفعش تختار ده، فاختار اي اسم عشان برضه لو ظهرت قدامك. مثلا هختار ده عبد الرحمن ياسر @gmail.com. انت البريد ده ما ينفعش توريه لحد، طبعا انا هغيره دلوقتي وهعدي الخطوه دي. فانت البريد ده ما تدوش لحد ايا يكن هو مين. البريد ده تخليه لبلوجر بس، تخليه لجوجل ادسنس بس، تخليه كل الخطوات اللي جايه ان شاء الله. كلمه السر بتاعتك وتاكدها برده تاني هنا، وهنا تدوس على عرض كلمه، عايز تكتب اي كلمه سر كده وتدوس على عرض كلمه السر عشان تظهر لك الكلمه اللي انت كتبتها عشان تشوف هي صح ولا غلط. تمام، نصيحه بقى، خد بقى هنا نصيحه في النص للناس اللي هتتابع الفيديو كويس جدا. اي بيانات تكتبها اكتبها في وورد عندك علشان ما تنساش. يعني ننزل تحت كده، تبدا تروح مثلا على سطح المكتب وتعمل نيو، وتبدا تختار وورد برده. لو انت عندك على التليفون نفس الكلام، او تكتبهم في ورقه وقلم يا سيدي، تكتبهم عندك في ورقه وقلم، وتبدا تروح اي بيانات انت هتعملها تكتبها. يعني مثلا انا خلصت حساب الجيميل، هبدا اخده كده كوبي وابدا احط البيانات دي هنا عندي في الوورد، علشان الموضوع او لا قدر الله انت الفتره اللي جايه هيكون كلمه السر كتير جدا وشغلك كتير، فممكن تنسى. انا شخصيا بشتغل بنفس الاسلوب ده، لو نسيت ارجع للوورد وافتكر كلمه السر ايه بتاعتي. طيب كده خلصنا، هبدا املى البيانات دي وارجع. طيب خلصنا كده وخلاص وكتبنا البيانات ودوسنا التالي. بعد كده يقول لك اكتب رقم تليفونك وتاريخ ميلادك والكلام ده كله برده هتكتبهم. بيانات سهله جدا انا بعديها علشان الموضوع مش صعب. انا عرفتك بس في البدايه ازاي تعمل حساب الجيميل، وعرفتك ان انت لازم تعمله ببياناتك الحقيقيه، تكتب اسمك الحقيقي، رقم تليفونك الحقيقي، وبقى كده على الخطوه دي رقم تليفونك الحقيقي، تكتب جيميلك الحقيقي، تكتب تاريخ ميلادك الحقيقي.
بعد ما تخلص هيعمل معاك ريفريش للصفحه وهتظهر معاك بالشكل اللي انت شايفه قدامك ده. هتبدا تدوس على علامه الدايره اللي فوق عندك دي كده، وتبدا تدوس على كلمه اداره حسابك على جوجل، اداره حسابك على جوجل. تمام، دوس عليها. بعد كده هيبدا يحولك على صفحه جوجل. فرق ما بين صفحه جيميل وبين صفحه جوجل. جيميل اللي بيجيب لك فيها الرسائل وانت ازاي تبعت رساله والكلام ده كله. احنا هنخش على جوجل، حسابك على جوجل. تمام، حلو قوي. بعد كده هتلاقي هنا في الشمال كده هتلاقي حاجه اسمها التحقق بخطوتين. هي دي اهم حاجه في الموضوع، ان ما حدش يفتح الحساب بتاعك الا اذا لو جالك كود على التليفون. هتدوس على كده، هي بيقول لك غير مفعل، هدوس عليها كده عشان افعلها. بيقول لك هنا هيجي لك رساله على التليفون مش عارف ايه. هبدا ادوس على كلمه البدء. تمام، هيبدا يدخلني على حساب، يظهر لي اسم التليفون بتاعي. تمام، شاومي نوت 9 برو. طب وعرف انا سجلت الايميل ده على التليفون بتاعي. بعد ما تخلص هتسجل الايميل ده على التليفون بتاعي. اسجله ازاي يا عبد الرحمن؟ هتسجله من خلال تطبيق جيميل. هتدخل كده على جوجل بلاي وتنزل تطبيق اسمه جيميل، وتسجل الحساب بتاعك بالاسم والباسورد، بالاسم بتاعك اللي هو مثلا عبد الرحمن ياسر @gmail.com، وتسجل الباسورد بتاعك وتدوس تسجيل. هو اول ما تسجل هيتعرف هنا على طول ويظهر معاك، مفيش فيه اي مشاكل. تمام، على كلمه المتابعه هيبدا يظهر معانا اخر خطوه. بيقول لك ادخل بقى رقم التليفون اللي انت عايز يوصل عليه الكود بتاعك. هتبدا تدخل رقم تليفونك الحقيقي، رقم تليفونك الحقيقي. هبدا اكتب رقم تليفوني وهبدا ادوس هنا. بيقول لك ما هي الطريقه التي تريد الحصول عليها، اما رسائل نصيه او مكالمه هاتفيه. طبعا بختار الرسائل النصيه لان هي الاحسن. وابدا اكتب هنا رقم تليفوني. طبعا هنا علامه مصر، لو انت من اي دوله تبدا تختار اي دوله تاني. تمام، للناس برضه اللي بتتابعني من اي دوله تانيه تبدا تكتب رقم تليفونك على طول. يعني مثلا لو 012 وتبدا تكمل رقم التليفون. هبدا اكتب رقم تليفوني وارجع ادوس على كلمه ارسال. تمام، انت شايف هنا بيقول لي ارسالك جوجل رساله اليك. هتلاقي الرساله جت في نفس الوقت على التليفون بتاعك. لو الرساله ما جاتلكش اعرف على طول ان انت كاتب الرقم غلط. تمام، هبدا اكتب الكود اللي جالي اللي هو 32 6739 6739 وابدا ادوس على كلمه التالي. طبعا الكود هيكون صح زي ما انت شايف هنا تم التحقق. هبدا ادوس على كلمه تشغيل كده، اشتغلت معايا من غير اي مشاكل. ودي اهم خطوه في الموضوع. بس الخطوه اللي اهم منها ايه؟ قلنا هي ايه؟ ان انت ما تديش الاسم بتاعك لحد، الاسم نفسه اللي انت عملته اللي هو ايه؟ اللي هو مثلا عبد الرحمن ياسر @gmail.com، عبد الرحمن ياسر 996 @gmail.com. الاسم ده ما تدوش لاي حد مهما كان، لان هو من غيره اصلا مش هيقدر يدخل على الايميل بتاعك. تمام، بس كده ونكون خلصنا الفيديو بتاعنا. فتعمل لايك للفيديو وتعمل كومنت طبعا برايك لو في اي مشكله وقت قدامك زي ما قلنا. وان شاء الله في الفيديو الجاي هنتكلم عن الفرق بين البلوجر وورد بريس، وهل ده ارباح ده احسن ولا كل الحوارات دي ان شاء الله نلخصها في فيديو واحد. قلت لك ان انا اي معلومه انت هتفكر بس تفكر تسالها هتلاقيها في الفيديو بتاعنا ان شاء الله. ان شاء الله بعد الدوره بتاعتنا دي والدوره اللي جايه تقدر تحقق لنفسك دخل شهري ثابت من خلال الانترنت بعيد عن كل اللي انت بتشوفه ده. بس كده، وده فيديو النهارده. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمه الله.